ترسم دايرة، حط القلم كده على صوابعك، تمسك وتضغط عليه بصبعك الكبير. تمام. تبدأ تحرك ايدك في الهواء. تمام. حركة دائرية، ما تضغطش على القلم. يبدأ القلم يمس السكتش واحدة واحدة. تبدأ تتحرك وتضغط واحدة واحدة. هتلاقي القلم بيضغط هنا ومبيضغطش هنا. تمام. تبدأ تلف وما تضغطش. أول ما تحس إن ايدك خدت خلاص وشكل الدايرة، تبدأ تضغط واحدة واحدة. هتلاقي الدايرة بتترسم معاك بكل سهولة. مايل، الوش مايل بنفس الميل ده. رسمت خط في السنتر مايل بنفس الميل. ارسم خط الحاجب ده اسمه ايه؟ ده اسمه خط السنتر. ارسم خط عمودي عليه. تمام. على خط السنتر كده ارسمه عمودي عليه. هتلاقي اللي انا هرسم لك الدايرة، اخليها لك ارسم لك الكرة في شكل 3D عشان تبقى فاهم خط السنتر ده شكله عامل ازاي على الكرة. انت عندك الخط ده مستقيم، هو في الشكل 3D هتلاقيه عامل كده. هتلاقي نقطة البداية هنا ونقطة النهاية هنا كده، وبيلف كده وبيرجع يلف حوالين الكرة كده. هو ده شكل الخط ده. شايفين الخط المستقيم ده؟ هو ده الخط اللي بيلف كده. طب وخط الحاجب هو اللي بيلف كده. يعني الخط ده اسمه خط السنتر، ده السنتر لاين. ده اسمه خط الحاجب. يعني ده هو ده خط السنتر، ده السنتر لاين. وده خط الحاجب. النقطة دي بتنطبق على النقطة دي اللي هي هنا دي. الشريحة هنرسم شريحة ناحية الشمال ونرسم شريحة ناحية اليمين في تلت الكرة. تمام. لازم تكون فاهم بتجيبه ازاي. وبعدين برسم ايه؟ خط في الشريحة. تمام. فانا هعمل شكل الكيرف اهو. ده بقى خط السنتر بتاعي، ده بقى خط السنتر. المسافة دي هي دي اللي تحركها خط السنتر. دي اقصى نقطة اللي هي النقطة دي وليس دي النقطة فدي المسافة اللي تحركها. فطبيعي الخط ده اللي هو بتاع الشريحة ده هيتحرك نفس المسافة. يعني المسافة دي، خط اللي على الشمال ده هيتحرك نفس المسافة. فانا هقيس المسافة دي كده واروح على الخط ده اهو، وهم حركوا نفس المسافة. هيوصل لفين؟ لنص الوش، صح؟ يبقى انا هنا بقى اصبح عند النقطة دي والنقطة دي هي عرض الشريحة. تمام. ونهاية الشريحة من هنا ونهاية الشريحة من هنا. اصبح عندي ان انا اقدر ارسم شريحة بكل سهولة. خط الشريحة ده مش ده اتحرك المسافة دي والخط ده اتحرك المسافة دي، اصبح فاضل الشريحة دي اتحرك المسافة نفس المسافة دي كده، دي هتتحركها. اصبح هتروح لحد هنا. هل ينفع ارسمها بره الكرة هنا كده؟ لا، هي بتيجي على حدود بتيجي على حدود الكرة هنا، وبعد كده تلف الناحية التانية المسافة اللي هي طلعتها بره دي. فاصبح عندي ده مش موجود. اصبح عندي الشريحة دي مش موجودة. الشريحة دي لفت الناحية التانية. حتى بص على الريفرنس هتلاقيها اختفت، مش موجودة عندي. من بداية ونميله بنفس الميل. يعني نفس الميل ده كده اميل بخط السنتر. تمام. اصبح عندي مين؟ اصبح ان انا رسمت خط الميل ده اللي هو ده. فاضل ايه بقى؟ انا مفضلش حاجة غير ان انا هرسم الدقن. عايز ارسم خط الدقن ده. ارسمه ازاي؟ من غير ما ابص على الريفرنس. المسافة دي هي نفس المسافة اللي تحت دي، يعني خط الدقن هيبقى هنا. وقيس تاني المسافة دي قد المسافة دي، صح؟ لو بصيت على الوش زي ما انا شرحت في قبل الجمعة، قلت المسافة الصغيرة دي بزودها على الدقن عشان الفم زاد، عشان الفم بقى مفتوح فالمسافة زاد. بعد كده اخد مماس من هنا اهو
واعمله بشكل كيرف كده واوصله بالجزء ده. تمام. واجي هنا هاجي بقى في نص الشريحة، نص الشريحة اهو، ده نص الشريحة، شايفين الخط ده في نص الشريحة. هاجي عند النقطة دي، النقطة اللي انا معلم عليها، وارسم خط الدقن مايل، مايل الميل ده. تمام. اميله بنفس ميل الريفرنس. انا دلوقتي بنقل الميل ده من الريفرنس نفسه. وبعد كده هاجي هنا واعمل الانحناء ده. انا رسمت مين؟ الدقن بتاعتها. عايز اتأكد من المسافة دي، أنا دايما بغلط فيها دي. تمام كده، هي كده مظبوطة. عايز تطلع فوق شوية. المرة اللي فاتت برضو نفس الموضوع. كده انا خلصت. اقدر بقى امسح بقى الخطوط اللي هي الرئيسية، اقدر امسحها يعني، ما عندش محتاجها. اللي هو ده اللي احنا كنا محركين، وخط السنتر ده هو اللي اتحرك ده. تمام. اصبح معناش محتاجين ده، ومعناش محتاجين ده، وده برضو احنا ده عرفنا. فانا هاجي هنا كده وارسم مين؟ وارسم مين الرقبة. تمام. نهاية الرقبة الجزء ده اهو. خلاص ميلت الرقبة بتاعتنا. هروح بقى وارسم الودان. الودان قلنا هتبقى مع بداية خط الأنف ده مايل كده رايح لبداية الودان من هنا، نهاية الودان هتبقى فوق هنا. فأنا بقى هرسم خط أفقي وميله عشان أرسم الودان. الودان راجعة لورا هنا في النص لحد النص كده، وهتلاقي الودان بتلف تطلع لفوق، وبعد كده توصل عند النهاية، وبعد كده ترجع تنزل بالشكل ده، تنزل هنا. تمام. هتلاقي الخط اللي انا كنت واخده ده عشان يحدد لي ميل الودان. بعد كده ابعد بقى مسافة وارسم بقى عادي الرقبة بتاعتي. نهاية الرقبة من هنا فين؟ هي نهاية الدقن من هنا اهي. بس انا هاجي هنا وبعدين اميل منين؟ من هنا كده هنا. مسافة الشعر ايوه، هي نفس الشعر هنا بالظبط. نرسم بقى. هتلاقي القورة او الجبهة بتلف كده. تمام. بعدين جيت في نص الطريق كده وقامت نازلة قبل ارتفاع الودان بمسافة هنا كده. يبقى انت هتروح كده وتنزل بالميل ده، وبعد كده ترسم بقى الشعر عادي. كده انت رسمت الجبهة بتاعتها. كمل الشعر. شوف بقى الشعر طالع من هنا مسافة قد ايه وعلاقته ايه بالودان، او راجع مسافة لورا. تمام. اعمل الجزء ده بالشكل ده اهو، واخد دوران كده. في تفاصيل اكتر فيه في الجزء ده بس انا مش هعملها دلوقتي. خلينا نرسم شعرها ده. هو راجع لورا، مش راجع لورا كتير كده يعني، جاي لحد هنا. هنيجي بقى نرسم. شوف الجزء بتاع الجبهة ده، الجبهة راجعة منه من هنا وشوية شعر طالعين كده. هنرسم بس انديكيشن كده لحد ما نوصل نرسم الملامح بس، وبعد كده هنظبط على أساسها كل ده. خط العين بيبقى في التلت اللي فوق. مكسلة ليه يا زينب؟ خط العين بيبقى في التلت اللي فوق، وبيبقى موازي لخط العين، لخط الحاجب. ده خط الحاجب، ده خط الحاجب، ده خط مين؟ العين. تمام. فانا هميل الجزء ده من هنا كده واميل ده. هميل ده ميل قد ايه على حسب الريفرنس، هميله لجوه، لان هتلاقي الخط ده بيميل لحد ما يوصل لنقطة نص منتصف العين، وبعدين يبدأ يتعدل. فخلاص هو وصل لحد منتصف، دخل جوه المسافة، هينزل بقى مستقيم، مش هيطلع لبره، هو نازل مستقيم. انت بس انتوا بس خليكم معايا بس، واحنا هنظل ان شاء الله.
هنبدأ بخط العين اللي تحت اهو، همشي مسافة. تمام كده انا خلصت كده، وهاجي اميل الجزء ده ونازل ميله مستقيم شوية، لا مايل، واوصل للمنتصف او قريب من العين. هو هنا أو قريب من العين شوية. هشوف امتداد الانف ده بالنسبة للحاجب فوق قد ايه هنا. يعني هنزل خط مستقيم كده في الاستقامة بتاعته. احنا عايزين نرجع كمان، احنا كده عايزين نرجع بخط الحاجب. شوف انت اهم حاجة تظبط المسافة دي. تمام، يبقى استقامة الخط ده هتبقى فين؟ هنا. وميل وارجع انحني ادخل لجوه، يعني ارجع اتحني لجوه هنا. بس انا لسه محتاج انزل كمان، ان الانف بص لتحت شوية بسبب الميلان. بص امسح بقى ده كده، هتلاقي ده مظبوط. شوف ده الخط اللي نزلني للنقطة دي. ملكش دعوة بان الحتة دي مش مظبوطة، انت شايف ان هي قريبة، لسه هنعدل ده كده ونظبطه كده هنا يبقى قريب، عشان ما تشغلش دماغك بالجزء اللي بره ده. اهم حاجة انك تظبط امتداد الانف ده مع هنا. بص امتداد الانف من هنا تظبطها مع الحاجب من هنا بخط مستقيم. تمام اهو. تمام، بص انت لو ميلت، لو انت حاسس ان الجزء ده عايز يميل لجوه شوية كده زي ما كان مايل اصلا اهو، ميل. بس النقطة اللي تحت مظبوطة والحاجب مظبوط من فوق، ودول مش هيبقى عليهم تعديل، عشان انت لو غلطت فيهم خلاص الرسمة كلها غلط. عشان كده دي اصعب حاجة. بعدين نحدد عرض الانف بالكتلة، فاصل لحد فين؟ تقريبا المسافة دي. وهلاقي ان ده، شوف خط السنتر ده موازي الخط اللي رايح للعين، وراح لحد خط العين ويثبت. تعالوا بقى نشوف عرض العين اللي انا خدته صح ولا غلط. هقيس العرض ده كده شوية، هقيس المسافة دي كده واقارنها. واحد، اتنين، اتنين، اتنين وتلتين الواحد اهو. اتنين واحد او لحد هنا، اتنين وتلتين بالظبط كده. كده عرض الانف مظبوط. عرض الانف اهو، قارنته بالعرض ده، عملت نسبة وتناسب ما بين اللي في الصورة وما بين هنا. انا كده كده بعملها بنظري، لان انا عيني بتبص على العرض ده وتقارنه بالعرض ده كله، فبتظبطها. تمام، عرفنا ظبطنا الحاجب ازاي. قلنا مشينا المسافة دي كده اهي، وميلت لحد منتصف المسافة دي او تحت المنتصف بحاجة بسيطة هنا، عشان العين مسحوبة لتحت شوية. تمام، فانا هميل بقى بده وانا طالع بالنقطة دي لبره، هشوف الميلان ده قد ايه، وكمان هشوفه بالنسبة للحاجب. النقطة دي بالنسبة للحاجب هشد خط مستقيم، كأن حواف الموبايل من هنا ماشية مستقيم كده، وصلت مع مين؟ مع ميل الحاجب من هنا. تمام اهو. فعشان كده خدت الميل ده كده ودخلت الخط ده وميلته الناحية دي. فهمتوها؟ وبعدين انا فرضت العرض ده، وبعدين ايه، بس مجرد النظر ان انا بصيت على عرض الانف ده وقارنته بالعرض ده فعرفت اظبطه. الفم، اخد المسافة من الخط ده للخط ده. الدبانة دي عايزين نموتها، انا لا يعلقها. هاخد المسافة من اول هنا لحد هنا واقسمها نصين. تمام، سهلة دي. النص اللي هو فوق ده، ما خلاص يا ستي، هاجي بقى المسافة دي واقسمها نصين، همشي كده نصين كده. خدت بداية الشفة اللي فوق كده، حددت خط خفيف كده للشفة اللي فوق. هنزل مسافة للشفة اللي تحت، وبعدين اسيب مسافة صغيرة لفتحة الشفايف، فتحة البق يعني، وانزل مسافة اكبر للشفة اللي تحت، مسافة اكبر كده. انا خلصت، ظبطت كده الدقن. النقطة دي هلاقيها فين؟ تقريبا في نص، مظبوط.
الخطوة اللي بعدها خلاص عرض الشفايف. شايفين الخط المستقيم ده في نص الشفايف بالظبط هعمله. بص في نص الشفايف، وهنزل هبعد مسافة عن الأنف وانزل أحدد عرض الفم. طب ونقطة الفم من جوه هنا، النقطة اللي جوه دي هطلع خط مستقيم كده، هلاقيها في بداية الأنف هنا كده على نفس الخط اللي أنا عملته. هلاقي النقطة دي تحت والنقطة دي فوق. ليه؟ لأن الخط ده مايل، فطبيعي ده هيميل. الخط ده بيبقى ماشي كده ومنعكس كده، بس مش هيبان الانعكاس بسيط، فكأنه خط مستقيم. يعني الخط ده ماشي كده ومنعكس خفيف كده، هنا هو واخد دوران خفيف، يعني هو واخد دوران خفيف، بس احنا لو رسمناه هيلخبط. فانت تخيل ان هو مستقيم، يعني هنبسطها. تعال نرسم بقى الأنف، نرسم الملامح على الكتلة. أنا كده خلصت. الخط المستقيم ده لما بيمشي هنا كده بيجي في الجزء ده ويبقى عايز يطلع كده ويمشي مستقيم، ويرجع ينزل ويرجع يمشي مستقيم. ليه بيعمل كده؟ عشان الأنف بارزة. تعالوا نرسم الأنف. همشي بقى كده مع الخط ده اهو، بس همشي بقى انزل ملي تحت عشان الأنف واخدة دوران شوية، واطلع من هنا ملي عشان الدوران اللي هنا في امتداد الأنف اهو، وبعدين اخد الدوران واظبطه نازل لتحت اكتر. برسم على الكتلة، هرسم بس همسح بس ده كده واعملها تاني عشان الخطوط كتير. ده كده امتداد الأنف. ارسم بقى الفتحة من جوه. لازم ابعد مسافة. انت شايف هنا لازقة لازقين في بعض، لا، ابعد مسافة وخدها لفوق وارجع انزل بالفتحة تاني. تمام، هتلاقي دي لازقة فيها، مش لازقة بعيدة ملي كده ولا حاجة. وبعد كده ارسم. خلاص كده انا خلصت. عايز امسح بقى الكتلة اللي انا كنت راسمها. تعالوا بقى نرسم الفم. هنبدأ نشوف السبعة بتاعت الفم دي فين. لو خدنا خط مستقيم هنلاقيها مع بداية الفتحة من هنا. تمام، فأنا هبدأ بقى من هنا أعمل سبعة الشفايف. الناحية التانية من على الخط على طول. عايز أميل الخط ده شوية، خليه مايل الناحية دي. بعد كده النقطة دي بتنحني ترجع لورا مسافة كبيرة هنا. بعد كده أعمل برضو نفس الخط، تلاقيه بينزل تحت ده وبعدين بينحني يروح للفتح. هنا أطلع بالجزء ده السبعة كده لفوق تقريبا هنا، أخليه أعلى شوية. بعد كده أنزل وأوصل للنقطة دي. خلاص خط الشفة بقى، بداية السبعة دي من هنا أخدها بخط مستقيم رايح كده وبعدين أنحني بيها. الناحية التانية أشوف الخط ده رايح فين، نازل لبره، وقبل ما ينزل لبره ده طالع كده، يعني ده طالع في الاتجاه ده وده جاي في الاتجاه ده، بيتقابلوا في الحتة دي. بعد كده هنرسم بقى خط الشفة اللي في النص، خط الشفة اللي ما بينهم. دلوقتي هنرسم بقى الخط ده عادي، يعني ممكن تنقله كده تشوف بدايته منين ونهايته فين أو تظبط. بعد كده هنرسم الشفة اللي تحت.
خلاص انا كده كده محدد خطوط بمشي عليها. هبدأ امشي من هنا واجي من هنا، ابدأ اقفل الاتنين مع بعض، ده يجي ما بين الخط كده. الجزء ده متصل بالجزء ده، متصل، في فرق مني كده بسيط. الشفايف من هنا بارزة شوية، نعدلها نبرزها. هنا نرسم الدوران بتاع الدقن. نجيب الأستيكة بتاعتنا، نبدأ بقى ننضف الحاجات اللي برا دي. أنا كنت عاملها خطوط والتقسيمات كل ده. كل ده الخطوة دي ممكن تتم بسرعة كمان. المسافة دي انت حاسس ان هي واسعة، حاجة بسيطة، عادي ممكن تضيقها عادي، مش هيجرى حاجة. المسافة دي لو حسيتها انت بارزة، اللي هي الجزء ده ملي واحد، مش هتأثر. شوف تقدر تعدل على ده، لكن لو انت ظبطت الأنف مع الحاجب خلاص كده الموضوع بقى سهل. بالزوايا دي زاوية 3/4، بصة لتحت، بصة لتحت مسافة صغيرة أو مايلة. هي زاوية 3/4 بس مايلة، مش بصة لتحت، لأ مايلة كده، يعني مايلة راسها كده، وبصة في الزاوية 3/4. كمان المسافة، كل ما المسافة دي تضيق عرض. ممكن بقى نرسم الشعرية اللي هي دي طالعة من هنا. عندها شعر نازل من نهاية الحاجب، ماشي تعمل نرسمه عشان يبقى شكله حلو. الفم هنا بعيد مسافة صغيرة اهو، وبعدين طالع من جنب هنا اهو. قسمه. شوفوا ماسكة القلم كده، هي دي ماسكة القلم الصح، تقدر تتحكم في القلم بسهولة. العين بقى هنزل تحت الخط ده بمسافة ملي، وامشي وهميل واطلع. اطلع فين؟ لحد النهاية، وبعدين انزل تحت وهعمل سمك العين، سمك العين، سمك الجفون يعني. بعد كده هرسم بقى، انا كده رسمت الجفن اللي تحت. بص العين سهلة جدا. بعد كده هطلع اهو، وهتلاقيها مالت، وبعدين ارجع تعدل بقى، مطلعش فوق قوي. طلعت فوق قوي العين هتكبر معايا. هتلاقي ان هنا الخط ده هو الجفن اللي مين اللي جوه. سمك الجفن فين بقى؟ هتلاقيه بيلف لبره كده، ويلف يمشي ويضيق المسافة، تضيق من ناحية الشمال. بعد كده هنرسم، بص كده نرسم بقى لمين الرموش عليه. شوف اتجاه الرمش فين الأول قبل ما ارسمه. الرموش بتبقى عاملة كده، مش عاملة كده، تبقى واخدة كيرف كده. بعدين نرسم خط العين، خط العين داخل في العين من هنا. بعدين بقى ده الحاجب من فوق. عدل بقى السمك بتاعه. شوف احنا كنا رسمين كل حاجة صح، عشان احنا بادئين الموضوع صح. طول ما انت هتبدأ الموضوع صح، طول ما انت هتلاقي الموضوع سهل. عايز اخف الخطوط دي، انا مش عارف انا مغمق الخط ده ليه، خليه خفيف. تقدر بقى تعمل، فاكر ما كنت عامل ده خط مستقيم؟ بص اعمله كيرف بقى، بس كيرف خفيف كده، ما تعمليش كيرف كبير هيبين لك ان الرسمة شكلها مش مظبوط. نرسم العيون يا سيدي. رسمنا العيون.
نرسم بقى العين التانية. تعالى هنرسم، بص شوف نفس النقطة ونفس الحاجات اللي انت عاملها بتمشي عليها. هتيجي من تحت الخط بملي زي ما انت عملت الناحية التانية، نزلت تحت الخط بملي، تمشي كده، تنزل حاجة بسيطة جدا وترجع تطلع. هل هتنتهي عند النقطة دي؟ لأ، هطلعها النقطة دي شوية فوق. تمام، واعمل بقى الكيرف ده كده. شفت كده خط الجفن اللي تحت، تروح لخط الجفن اللي فوق، بياخد بص بيبقى اكبر بقى، بيطلع لفوق. بص على حسب العين مفتوحة قد ايه، يعني عينها مش مفتوحة قوي، مسحوبة شوية. بس خلصنا العين اهو، سهولة جدا. هي مش سهلة، هي صعبة، بس هي بتحتاج تمرين، بس تحتاج تمرين بس بنفس الطريقة اللي أنا بعلمها لك كده. انت راسم خط اهو، بداية العين تبقى مع نهاية، والخط ده حتى لو انت شايفها غلط، لو خطوطك غلط الرسمة غلط. فانت عشان كده بقولك ركز في الخطوط وانت بترسمها بس. ده اسهل مليون مرة من اي طريقة في الرسم. ده اتعلم واحد لو ما بيعرفش، بص لو ما بيعرفش يرسم خالص هيتعلم. بس هتقعد تتفرج وما تحاولش، ده بقى قابلني بقى. انا هعمل سمك الجفن من فوق. بس كده تقدر بقى تحط العين بسهولة. اول حاجة ارسم القناة القرنية، القناة الدمعية قصدي. بعدين ارسم بقى العين مش هنا مسحوبة كده، في جزء متدرى في العين هنا في الميل ده، صح؟ ده ليه سمك، هعمل السمك. وبعدين العين مسحوبة بالشكل ده، ماشي على نفس الميل. همشي مستقيم واجي عند بداية العين من هنا كده واطلع كده، وارجع اميل واروح لحد نهاية الشريحة، وارجع اعمل مثلث كده واميله، وارجع اميله اكتر هنا، واطلع قدام عشان يعمل ايه مع نهاية ده هنا من بدايتها خالص. مين اللي قاعد من بداية الرسم؟ كمل. عايزين نظلل، لو عايزين نظلل ما عنديش اي مانع. عايزين نكمل تظليل، انا عايز اظلل عشان الناس تفهم الظل. ندرس بقى، نبدأ ندرس الظل على البورتريه، وبعد كده نبقى نعمل بورتريه ونلونه بالالوان للي حابب يحضر الوان خشب. تعالوا بقى نشرح تفاصيل الودان. انا ببعد مسافة واعمل الخطوط دي واعمل الخط ده، الجزء ده بنعمله فاصل ظل كده عشان الجزء ده بيتفرد في الودان، تمام، بيبقى اعرض في المنطقة اللي انا فيها دلوقتي دي. وليه نهايته هنا، تمام، نهايته تقريبا في تلت الودان اللي فوق. هو دايما بيبقى في تلت الودان اللي فوق. تنزل تحت قصاده كده من هنا اهو، ترسم فتحة مين، الودان، بتبقى برضو في تلت الودان من تحت. وبعد كده الجزء ده هتلاقيه داخل لجوه كده، وبعدين بيخرج لكده. خلاص بقى احنا كده بنرسم مين، الفتحة. هي الودان عبارة عن الخط اللي هو ماشي طوالي ده، اللي هو اللي احنا رسمناه ده، الجزء اللي بيتفرد من الودان من فوق، وعبارة عن فتحة الودان اللي انا برسمها دلوقتي دي. تبقى قصاد ده وفي التلت، بدايتها من التلت ده فوق ونهايته في التلت، تمام. الفتحة بقى بتيجي من هنا كده تلف وتنتهي مع الجزء ده بالشكل ده. كده خلصت الودان ده كده اهو، ده طالع في نفس المستوى. تمام، فاحنا هناخدها، هتلاقي الشعر خفيف من هنا، هتلاقي فيه جزء من الشعر جاي كده في الاتجاه ده، يعني هي لفة شعرها كده في الاتجاه ده، شعرها ماشي كده صح، ومتجمع هنا في المنطقة دي. فهناخده كده خطوط خفيفة كده، ومش شبه بعضها، يعني متداخلة مع بعض،
الشعر بيبقى متداخل مع بعضه، مش بيبقى كله مستقيم. فانا بعمل خطوط خفيفة الاول، وبعد كده بعمل خطوط غامقة بغمق عليه. شايفين؟ بعمل خطوط خفيفة وعشوائية. الفوكس على ايدك كده بيبقى في فوكس. شوف بقى بحدد اتجاهات الشعر، جزء الشعر ده جاي في الاتجاه ده بعشوائي ومتداخل مع بعضه. الشعر متداخل اهو، طالعين كده تمام. في شعر طالع عامل كده، وبعدين شعر عامل كده، وبعدين طالع. انت هنا مش شايف، ممكن تلونها كده، ما ينفعش تظللها زي ما انا عملت كده، ما ينفعش. انت هترسم لازم تبقى عارف الشعر ماشي ازاي. شوف تلاقي الشعر عامل كده، هو مش باين في الصورة، بس هو الشعر بيبقى ملفوف على بعض كده. اي بنت هتبقى عارفة ان شعرها يبقى عامل كده، اللي هو الشعر الطويل يعني. تلاقي شوية شعر جاي من هنا كده. ممكن بقى ابدأ اغمق الشعر عادي. بص في المرحلة دي فوق في الجزء اللي انا رسمته ده، انا مش عايز الفوكس يجي على الصورة. شوفوا شايفين المنطقة دي؟ المنطقة دي في الشعر خفيفة صح؟ فانا هتلاقي الشعر بيجي من هنا كده وينتهي كده، يجي هنا وانت، عشان المنطقة دي خفيفة ما اضغطش فيها، فبجيب من تحت وابعد عنها. الاستيكة بتاع البرية بتاعت الغالية ام 250 جنيه، لازم ابري بيها يعني، حل الفلوس. شوف بتبري القلم، ولا تقول لي بقى براية، ولا تبري القلم كده، ولا تبري انتوا فهمتوا. نبدأ بقى نعمل كده ونطلع للمنطقة دي. احنا عرفنا ان المنطقة دي خفيفة في الشعر، هحط فيها شعر بس مش هتقل يعني، ما بستخدمهاش يعني. هو المفروض نستخدمها في الاوتلاين، بس انا بسهل على نفسي شوية. ممكن بقى نستخدمها في التصنيع. الإضاءة موجهة من الاتجاه ده، جاي في الجزء ده. دي استيكة فحم اهو. هنمسح عشان حسيت ان الدرجة التانية دي غمقت قوي معايا، انا مش عايز اغمق. انصحكم ما تسيحوش الرصاص، هو كده كده بيسيح نفسه. ممكن تسيح ممكن تسيح، مفيش حاجة اسمها صح وغلط يعني، بس الافضل انك ما تسيحش.
انك تعرف تسيح بالقلم نفسه. ممكن تقدر تسيح بالقلم نفسه. لو جيت لي هنا البيت هعلمك ازاي تسيح بالقلم نفسه. عم بهزر، انت بتروح وتيجي على الرصاص كذا مرة بيتسيح. بدي درجة خفيفة الأول، بدي درجة خفيفة جدا، وما ضغطش على القلم. وزن القلم بس، وزن القلم هو اللي بيزود، هو اللي بيضغط. انا بحط القلم واحركه بس، ده اللي انا بعمله. المنطقة دي فيها عضماية، تمام، العضماية بارزة من هنا، فالإضاءة خابطة من هنا مش واصلة لهنا. هتلاقي في تدرج في الإضاءة من الغامق اللي أنا فيه دلوقتي، ده غامق فببدأ بيه، ببدأ بالغامق هنا وأطلع على الفاتح. هنا أنا عايز أطلع هنا أفتح، يعني الدرجة اللي أنا بعمل فيها دي أفتح من الدرجة اللي أنا كنت فيها اللي هي هنا دي. تمام. هنا تقدر تعمل نمش خفيف كده، تخلي القلم غامق شوية. بص تلاقي القلم هنا غامق، حاجات بسيطة. متاخدش وقت. كان الفكرة في اللي احنا عملناه ده، هو ده أصعب حاجة، بياخد وقت. حاجة بالتاني. لا أنا كده خلصت، مش هعمل اوت لاين جديد، أنا هظلل بس، هعمل التظليل خلاص. الريفرنس ده
الشرح ده هينزل على اليوتيوب ان شاء الله. الفيديوهات عشان تنزل بتحتاج وقت كبير وبتحتاج نت، في الحاجات دي هتنزل بطيء بقى، يعني مش عارف تنزل امتى، بس على مدار الاسبوع ده هحاول ان انا انزل كل حاجة يعني. شوف مين قاعد هنا من القاهرة؟ نقعد لا، هنا في أجانب كتير على فكرة، الأجانب ورايا ورايا في كل حتة، أنا متأكد. الأجانب هم أصلا اللي شاهريني أساسا. تظليل بعتبره أكتر حاجة في الرسم، فينش بقى. مخلينيش أحدد الأوتلاين بالقلم ده، إن أنا هحتاج إن أنا أبري كل شوية.